أول فقرة هو تعديل قانون العقوبات خاصة فقرة المخدرات، وحسب المعلومات اللي وصلتنا وحضرنا أكثر من ورشة سيادة العميد اكو فقرة شراء محكومية، يمكن هاي موجودة في مكافحة يعني الحكم من تجار المخدرات شراء محكومية. النقطة الأخرى نقترح أن يكون هناك كراس تعليمي أو إضافة مادة دراسية ضمن المناهج الدراسية في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي للدراسات الأخرى حول عدم تعاطي المخدرات. النقطة الأخرى إنشاء مستشفى تخصصي لمعالجة مدمني المخدرات وليس مركز، لأن أعداد المتعاطين كثيرة جدا. نطالب الحكومة المحلية في ذي قار أن يكون هناك أسبوع خاص بأنشطة مكافحة المخدرات وتحت شعار من أجل ذي قار خالية من المخدرات، يشمل هذا الأسبوع. يعني هسه مثلا المدارس اعطوكم اسبوعيه رفعت العلم ونشيدوا كل حاضرين، يا ريت تكون محاضره صغيره أو توجيه. محاضره صغيره، لا يعني توعيه بهذا يعني صار توجيه يعني شكله قالوا هذا الاسبوع ان شاء الله. يشمل هذا الاسبوع برامج توعويه ونشرات وفولدرات ومؤتمر مركزي بالمحافظه يشمل كل دوائر الدوله. نطالب الحكومه المركزيه بعمل برامج توعيه واعلانات تلفزيونيه حول عدم التعاطي، حضراتكم تعرفون هاي الامور مهمه خاصه في القنوات الرسميه الحكوميه. نطالب الحكومه المحليه في ذي قار ومديريه الصحه بتوفير مبالغ ماليه لرثه الحياه للتعافي في المحافظه، كونها هي الان المركز الوحيد اللي موجود في المحافظه للتعامل. العمل والتنسيق مع وزاره الشؤون الاجتماعيه على دمج المتعافين بالمجتمع، فحص جميع موظفي الدوله والطلبه والمتعينين جدا حتى اللي عندهم هاي الزواج، عقود الزواج ايضا يا ريت يكون هذا الموضوع مهم. هاي اهم توصيات الورشه اللي حترفع ان شاء الله من خلالكم، من خلال هاي التوجيهات الى اعضاء البرلمان، وايضا هناك لقاء مع السيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء، وان شاء الله حيكونوا يعني الاخوان مدعوين ويانا من حمله يكونون جزء من عندنا سياده العميد. انا حاليا شكرا جزيلا لكم ولحضوركم والسيد مدير مكافحه المخدرات دكتور ابراهيم، الاخوان في الشرطه المجتمعيه، شكرا جزيلا لكم. عميد احمد اكيد يعني هو على راس السيد منو، شكرا جزيلا لحضوركم وان شاء الله نلتقي في ورش قادمه. شكرا جزيلا. من اجل ذي قار خاليه من المخدرات مع مكافحه المخدرات.